السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. معاكم ام هشام وصفات سوبر ماما. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض، هنعمل الكيكه الجامبو. انا كنت عايزه اعمل واحده كبيره قد كده اهو، تكفي ناس كتير قوي وحبايبي كتير قوي، يعني عايزه ابعت لهم يعني وكده. فايه قلت لا، بدل ما اعملها واحده كبيره ما اعرفش احطها في الفرن والفرن بتاعي على قده. فقلت ايه، لا يا ربي اعمل ايه، هعملها على 3 صواني حلوين، 2 لحبايبي وواحده ليا انا. تمام. وكل سنه وانتم طيبين وتعيشوا كده وتدهدوا دايما لحبايبكم. كل حاجه والخير ما بيروحش ابدا يا رب. ان شاء الله النهارده هنعمل معانا كيكايه واحده ب10 بيضات. عملنا البيض كده وطبعا فرزناه وحطيناه طبعا في البوله بتاعته، وعملت سمنه على زيت وعايرت بالظبط المقدار بتاع 3 صواني. انا عامله الصينيه 3 كوبايات دقيق. الكوبايه اللي هي دي شطارتك بقى ان انت تعايري الكوبايه، يعني المج مثلا زي كده يكون هو، يعني ايه، ما تغيريش العيار. تمام يا حبايبي. حطينا 3، اللي هي الصينيه تاخد 3 كوبايات دقيق. في صينيه اكبر شويه فزودت نص كوبايه، يعني دول 9 كوبايات ونص دقيق. ونخلتهم طبعا مرتين وتمام التمام. وفي النظافه طبعا مفيش بعد كده. عملتهم طبعا في الستانلس الكبير ده عشان هيبقى الايه الكميه كبيره. بسم الله ما شاء الله. وطبعا 3 بيكنج باودر. بسم الله الرحمن الرحيم. العيار بتاعنا اهو 3، الواحد ليه واحد. و3 فانيليا طبعا عشان البيض. وايه تاني؟ طبعا بنحط ذرة ملح. وعندنا برتقان، عصير برتقان، وعندنا لبن. تمام. وطبعا السكر عارفين عياره. حسب السكر ده حسب الرغبه. طبعا عايزاه مسكره قوي، عايزاه مش مسكره قوي، عايزاه مش عليها سكر، اللي انت عايزاه. هنشوف مع بعض تفاصيل الايه. وطبعا هنكمل الزيت عشان ده مش كفايه، هنكمل زيت من هنا. وبعدين ايه، هنحط ايه شويه خل صغيرين كده، ودي بتشيل زفاره البيض. وبعدين كمان ايه، بتنفش اكتر، بتنفش تخليها عاليه وهشه وجميله. وهنبدأ مع بعض بقى ايه تفاصيل الكيكة بتاعتنا، الكيكة الجامبو او ال3 كيكات. هنشوف مع بعض يلا. وجهزنا مع بعض 3 صواني قريبين من بعض، يعني متوسطين. تمام. ودي اكبر شوية زي ما قلت لكم، دي كبيرة شوية زودت لها نص ايه كوباية دقيق، نص كوباية يعني عشان الفرق. ودي يعني اقل منها شوية، ودي اقل منهم هما الاتنين. تمام. مع بعض يلا هنشوف التفاصيل. اول حاجه يا امارات، بنسمي ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا احنا هنضرب البيض والسكر عشان نضمن ان هو بقى ايه، السكر يدوب بقى وكده. طبعا ايه هنضربه في ايه، في الخلاط. تمام يا حبايبي. مع طبعا العصير واللبن وكده. ونجهز يعني ايه، هنعمل الحاجات اللي السايله لوحديها طبعا في الخلاط، والحاجات اللي الجافه طبعا هنا. اول حاجه طبعا احنا نخلنا الدقيق مرتين 3 عشان طبعا ندخل الهواء فيه وكده. ده افضل حاجة ان انت تعمليها في الدقيق. بعد كده بنحط ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، بنحط طبعا ايه ذرة ملح. دي سنة، دايما كانت والدتي تقول لي دي سنة. الملح ده في الطعام، في اي حاجة فيها العيش، الفطير، كل الحاجات دي الملح سنة. بعد كده بقى هنثبت نثبت الاول الكاميرا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. كده زي ما انتم شايفين هنثبتها، ايوه، عشان نشتغل قدامكم بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم طبعا ام هشام ووصفات سوبر مام. انا معاكم اهو. طبعا زي ما قلنا الدقيق كده خد عمل كده، اتنخل 3 4 مرات على قد ما تقدري يعني عشان يدخل الهواء فيه. وحطينا ذره ملح. هنفضي طبعا الايه الباودر، بيكنج باودر. طبعا الكيك شيف ده احسن، بس يعني هي جت بظروفها كده. ال3 اهم عشان الصواني يعني محترمه كبيره يعني حلوه. بنفضيهم طبعا على الايه مكونات اللي هي الجافه لوحديها اهي زي ما انتم شايفين كده. ام هشام كده يعني ايه
بسيطه، واللي بتعمل كل حاجه بايديها يعني، لا بلبس جرافز ولا حاجه، جوانتي يعني. وطبعا ايه، احنا قلنا الفانيليا 3 فانيليا اهم، هنحطهم على البيض بحيث لما نحط البيض في الخلاط مش راضي يتفتح. معلش ثانيه واحده. ال3 فانيليا اهو على البيض. طبعا ايه منزلش كله لسه، فطبعا هنقلب الايه المكونات الجافه مع بعضيها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا كل حاجه بنعملها بنسمي وبنصلي على الرسول، الحاجه بتبقى جميله وزي العسل. معاكم يا حبايبي ام هشام ووصفات سوبر ماما، لحسن تنسوا ولا حاجه. تمام كده، مكونات الجافه عندنا جاهزه. تمام، هنفضي بقى البيض ثانيه واحده. تعالي هنا، هنفضي البيض في الخلاط كده. انا معاكم برضو اهو، جهز الخلاط جنب الفيشه. ايوه اهي، والبيض. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجات اللي ملهاش لازمه نشيلها. طبعا الايه الخلاط اهو نفضي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا السبيشولا دي بتخليش نقطه اي حاجه، تنزل كل حاجه. بسم الله ما شاء الله، اختراع جميل للسبيشولا اللي هي السيليكون دي. بعد كده قلنا هنحط ايه، هنكمل علشان مش كل الفانيليا نزلت. طالما اي حاجه بتعمليها بالبيض لازم الفانيليا، حاجه مسكره يبقى الفانيليا. تمام، ودي كمان يلا 3 عشان الريحه تبقى جميله كده. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. هنحط معاها السكر. الكوبايه دي كبيره، دي عيار الايه الصينيه، هنحط لكل صينيه فيهم كوبايه. تمام، حطينا واحده عشان ما تبقاش مسكره قوي، ما مليتهاش قوي. تمام، وادي الثالثه. تمام يا حبايبي، كيلو السكر اتفرقع، معلش يلا ربنا يعوض علينا بقى. تمام، هنشغل الخلاط طبعا عشان ما يعملكوش ازعاج، ونرجع لكم بعد ما نضرب السكر والبيض ونزود عليه اللبن وعصير البرتقال. تمام يا حبايبي، هنرجع تاني نشوف هنعمل ايه. بننزل بالحاجه حاجه عشان طبعا ده كتير، فمش هنقدر عليه بالسبيشولا. وايه، هنثبت الكاميرا ونرجع لكم تاني. ثبت الكاميرا، يلا تعالي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. مش عارفه الكاميرا مش عايزه تتظبط. كده كويس ان شاء الله، كويس. لا اله الا الله. طبعا بنضيف المكونات السائله واحده واحده عشان الدقيق كتير. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ما بنحطش كتير، كله مره واحده. تمام، طبعا ما نقدرش على الدقيق كتير، فعشان كده جبت الايه الخلاط المضرب الكهرباء. تمام، اضيف برضو ايه عشان ما نقفش. بسم الله الرحمن الرحيم، عشان بسم الله ما شاء الله الكميه كبيره، عشان طبعا الدقيق كتير، فطبعا ايه المضرب الكهرباء هيسعف معايا اكتر يعني احسن. بسم الله ما شاء الله، بيضرب بسرعه ويخلي الهواء جواها كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما ينفعش مره واحده، احنا بننزل المقادير واحده واحده لغايه ما يبقى قوامه زي ما احنا عايزين وكفايه، وبعدين كفايه. لا تقيل ولا خفيف،
اوريكم القوام اللي مظبوط يبقى شكله ايه. شايفين احنا عاملين زي ايه العجان الكهرباء، عمالين نلف اهو وده ثابت زي ما هو. تمام. حطينا اخر حاجه في المكونات السايله عشان نشوف بقى اخرها ايه. هنعوز سوائل ولا لا. تمام. احنا كل سنتي لازم بنمشي عليه. كل ده الخفق ده يخلي فيها هواء ويخليها ايه جميله جميله جميله. ممكن نقول شويه لبن لو لقيناها يعني ايه تقيله شويه. هي تقيله فعلا شويه. عندنا شويه لبن هنضيفهم ونرجع تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا كل حاجه في ايدينا، ولو طلعت خفيفه هقول لكم برضو تقدروا تعملوا ايه. هشغل نحط شويه لبن زي ما انتم شايفين كده. طبعا احنا حاطين النص لبن والنص عصير، طب ممكن نحط زبادي. تمام. تبقى خفيفه بتبقى احسن. خلاص حطينا اللبن كله بقى كده خلاص. نشتغل بقى على ايه، على كل ذره في ايه، في المكونات. الله اكبر الله اعظم. لا حول ولا قوه الا بالله. الله اكبر الله اعظم. انا عايزه اوريكم بس القوام عامل ازاي. هرفع دلوقتي الكاميرا واخليكم تشوفوا كل حاجه معايا. زي ما انتم شايفين كده القوام عامل ازاي. خفيف 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 خفيف. شايفين بسم الله ما شاء الله. مش هيبان الا وانا بنزلها فين، في الصواني. في الوقت ده عايزه اوريكم القوام بس عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله. القوام ده كده جميل. بسم الله ما شاء الله. خفيف وجميل. هتشوفوا وانا بعمل الصواني. طبعا انا ولعت الفرن بعد ما نخلت الدقيق على طول. ولعت الفرن بحيث يبقى سخن. ولعت فوق وتحت عشان الشوايه والفرن يسخنوا الدنيا ايه كويس. ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شفتوا يا حبايبي احنا طلعنا ال3 صواني اهم. بسم الله ما شاء الله طالعين جمال. الصوره مش حلوه بالنسبه للحقيقه والله. بسم الله ما شاء الله. شوف عامله ازاي قطنيه طبعا. وعامله ازاي بسم الله ما شاء الله. ولا حول ولا قوه الا بالله. طريه جدا. قطعت واحده وادي الثانيه. قطعت واحده اهي. طلع واحده منها. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. شايفين بسم الله ما شاء الله اهي. شوفوا قطنيه وجميله ازاي. بسم الله ما شاء الله. ولا حول ولا قوه الا بالله. جميله. يلا حلوه قوي. بالف هنا وشفا. خد يا هشام دوق بقى. يلا دوق. مستنيين ندوقها يعني. من تحت حلوه ازاي زي ما انتم شايفين كده. بمقادير بسيطة وكده. طبعا عملنا حاجة حلوة وكمان بعتنا هدايا لحبايبنا وكل حاجة. وكل سنة وانتم طيبين وياكلوها بألف هنا وشفا. ويلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ام هشام وصفات سوبر ماما. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.